السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في مقال صحفي نشره منذ قليل، المستشار جون بولتون مسؤول الأمن القومي الأمريكي السابق في عهد دونالد ترامب عبر صحيفة واشنطن تايمز مؤيدا بشكل خاص لموقف جبهة البوليساريو والجزائر، ويدافع بشكل ملحوظ عن فكرة الاستفتاء عن تقرير المصير، ويتهم المغرب بعرقلة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة. ويتوافق هذا الموقف الدبلوماسي الأمريكي مع الخطاب الرسمي للمجلس العسكري الجزائري الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو، ويثير هذا التوافق والتقارب تساؤلات عديدة حول سبب إقالة بولتون من منصبه الهام في الإدارة الأمريكية. ومن المشهود لبولتون أنه يزور الجزائر بانتظام ويتعاون مع جماعات ضغط ذات رواتب عالية مثل ديفيد كين الرئيس السابق للجمعية الوطنية للبنادق الملتزم بالدفاع عن القضية الجزائرية في الولايات المتحدة. وأشارت المصادر الإخبارية بأن هناك العديد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية الحالية يعتمدون نفس موقف بولتون، إلا أنهم يخشون من عاقبة الإفصاح به، لكن عاجلا أم آجلا سيظهر ذلك أمام الرأي العام والمجتمع الدولي. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.